السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيث ماذي سمع عزن ماني متجام إذا خضفان خذبذوت انت مزيغ تنقراوم رمضان مبارك سعيد ونطحب الزيوم غوس الدين وام تفاوت نورون فخرست نهار أيث ماذي سمع عزن أذيس السيور التحرش الجنسي ومش السنم التحرش الجنسي أنواع ولكن نهار غنسيور التحرش بالنساء سويني نقراوم قمة كينخ أنزال محاور الحلقة يا وكو من مسرقة خصنا بان الدين الاخلاق ذي الحياه ذي الحشمه ذي الوقار ذي الاحترام ميمي كذا تجتح نجا تيري تنكر ميمي تستعف اتعرض ما يوتشمش التحرش يجن الظاهره دور شائعه ذي المغرب سائرا تقريبا. إثما ذي السمان نهار نخضار نسيور ذي الحلقه يا اخر الموضوع ونيتا من زي في الحقيقة تزي المواضيع يتجنب سكوت عنها ولكن الثورة اللي غزات الهروب إلى الأمام مجلس نقا وينفع شربدا سويني إخسا نساور مرة خل المواضيع نخل الموضوعات إذا نخي تهمن ذي المجتمع النخ والموضوعات يوض يعني نجن حالة ما هي حالة ما مجلس نقا جن حالة تعفنت سويني خصنا غنفكر مش يغنسبد الظاهرة ثانيتا باش وذا نختجاري غشان الكارثة تنقرنت لأنه للأسف الشديد الظاهرة ما تجي الطاس الظاهرة انتفت للأسف ما مش النخ ذي الدول من قانشين كدول إسلامية انتشر الطاس دي السعودية انتشر الطاس دي مصر انتشر الطاس دي الجزائر وانتشر سواطس كذلك ذي ثماث النخ سويني نهار نسيور خل الاسباب من الظاهريه ثم انغزا شان العلاج الظاهريه يتجانج الظاهره تعفانت ومقان ظاهره التحرش الجنسي نيخ التحرش بالنساء والاسلام ايث ما يسمى اسر ماذا نخ ما مش غنحترم الجون نغني ما مش غنحترم ثم غارين تحترم انت عريزن تحترم من ثم غارين مزيان يحترم من مقران يحترم ولا مزيان لان الدين نخ دين الاحترام والاداب والاحترام اللي لابد مش ايها الكرام اذيري احترام متبادل كذلك الدين نخ ما مش ديوسا غادي يحفظ الاموال فيسد غادي يحفظ الاعراض لان العرض غنخذ الاسلام غاسيجن المكانه الطام قرنت ف يبلع مره الذرائع يسكوضن خاهتك الأعراض وآخر خطبة يقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوصى ذي سمسرمن يتوصى ذي الصحابة ويتوصى ينخنشين الجند الأمة النس يسد ذيس فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب السوض ثبرة الصحابة رضوان الله عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم إذا من مسرمن بمعنى غمسرم وغاسبور حق ذي غمسرم كذلك وغاسبور حق ذي عدى خل عرض الشرف ومسرم سواء أنتو الذارياز يعني ختم غاث ولكن خميني نزار الشكاوية التحرش ضد النساء يعني نقارس ماني سكين الادب اذا خسر مدى الاسلام ماني جا الاحترام انتف بانه يعني زي الاسباب اذا خسر الغمانيه ايث ما ذي السماء والشعارات اني الفضفاضه ومن تسرى الحريه الشخصيه يعني الحريه الفرديه الفن الراقي التقدميه المدنيه كذا كذا الحداثه اتصل المصطلحات ثينا ونفهم شا المغزى الحقيقي سويني ايثما ذي السماء قمة كينخ ذي خراستا انظار المشهد التمثيلي ادغاو من عقب باش نسيور ديال الموضوع يتجا الموضوع مهم مشنا
نيغاش ميمي كذا تجد تحنجا تيري تنكر ميمي تستعف أتعرض مانا يوتشماش أتعرض يمكن مانا يوتشماثم ميمي ذكر ميسي سميدن الجمث ندخل خاضان زد وتعوذ سمحي مالي وتعوذ الشيء. ايث ما ذي السماء المشهده كي نختصر من خوعاذ ونيتا في الحقيقه يجي مشهد تمثيلي، ولكن المجتمع نخذي سكتار زي ما انايا الا ما نسمح ما غنبدل مشهده ونيتا ذي ثلاثه الاشخاص في الحقيقه تغادين يجن الفعل السلبي، ولكن تغادين يجن ثلاثه الافعال صبحا نتمنى ان نفهم الفعل مزوارو هو السيد اني ارياز اني رمي عذو الناس يعني ينهى خرمونكا امسر مخصي ينهى خرمونكا ان من شيء من المسلمين يجندي مسر من نشان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدين نخ ومن دا يعجبني دا يسنه يسيور كي السجن الاسلوب يعني يصيغ الشاب مني باش اثي ان بالضمير نس ومادام ذني ضمير حي يعني نحشت الصباح اولا اريزني ينهى خرمونكا ما مشنا، ثانيا احنجاني يتقبل النصيحه الناس واهنيشان غاكر حق سمحي غلطه الى غير ذلك فيخسر الشباب لان ذين يجنوا عن الشباب يقارش يوم من دشي يروح يعني الشان بان يا حنجاره ناقص شويه ديال التربيه، فلا بد ان نعترف في الخطا لان الاعتراف في الخطا يجي الفضيله يجي حاجه الصباح. والمساله والثلاثه اذا يعجبن كذلك هذه المشهده انه تشمثل خني ان ذي بعض قارس عزون السبه وانت غيصدعني الى غير ذلك تقفوا نارنس الى غير ذلك تلقى شويه نسيريو لان معريك غنختم غارين تلقى انت مسيريويا وغانخ اريزن امقرانا يتش النصيحه وغانخ الشباب واخا يخضى يقبر النصيحه الى المجتمع نخ مليح. المشكل المجتمع من زوايا يجي مليح لان اتفتم غارين تشجع انت خط التحرش الجنسي اتفت الشباب وقبر نبو النصيحه يقار الرجال عيش حياتينو اتفدين يمغان كوان خزان دير مونكا ونهينشا خرمونكا ونشين ما مشي النادي جن الامه تماصر معروف ثنها خرمونكا ظاهريه ما دي سمع عزيز انتشار الطاس انتشار ذيك مزيداوين اتفدي حنجاني الشباب اني الله يحسن عون واغسل من غاخدمان ضفاني كاع الروثين الى غير ذلك يترجى غامر مد غضو تسعت اضفنت محضارين زيد مزيده خاطنا عاشني غا خمسه هذه حدي بالغضوات انت مزيده صوموطاني خص باش كليتني خص توموبيل خيضان كذا غادي يصدع السيسم الدين وشي النمرو وشي كذا وما انا مش نزرى هذا المشهد التمثيلي ما تيقبر بنادم يتجيس يقبر يتشماس يقبر يثمغاث الناس ويقبر شاه سويني خص السنق مغاري ندي الشارع قراني ثنتي غاس نيث مات السن غاس نتي ارياز نسن غاس الوالدين نسن قمر زرينا خل الحاله اني وقبر نشا ويمكن نثني وخزار نشا شي ماني غي زوايز نسني غدم ميسني غدم بس ولكن مولانا الله والنشي خلقن يتواراش لان قثاكيك ماني ما تجيد لذلك خصها ادنى الرباري يثما وماني يوجه ثورا تمزيدا وينوها انما حتى ذي العمل انت في موظفه غا الزميل نزل العمل يتعاكسي تتصدعي الى غير ذلك وربما غتيري التمغاث مواريز ذني ويتعدان ويزعمن ختم غاري نغاريزن سويني يثما يسمع يزني خصنا نسن بان الدين نخ الدين الاخلاق ذي الحياه ذي الحشمه ذي الوقار ذي الاحترام ادنى الربار لان الناس الاخلاق غينتق نتبين الا كنخ متخلفين ونسيء يعني نتقيش الاساءه تمقرانت الدين ناخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذي نشان الارقام يثما يسمى والله سنخرع عند ارقام نخصوها نقاشه ولكن لابد انني باش نسلماني في الظاهره يا اراميني خضار نشينا خاص السيور ذانيتا المندوبيه الساميه للتخطيط كيجي دراسات قيت مؤخرا تكشف دايس بانه 827,000 انت مغارين ذي عام ذي 12 شهر تعرضت صارحت بانها يعني تعرضت التحرش الجنسي 96% يعني يصارحن تعرضت للتحرش الجنسي ذي المؤسسات التعليميه 15 الفتيات ذي المؤسسات التعليميه 15,000 متحرمين يعني ذا الطس
ثم ذيني ارقام يعني خطيره، وربما خص نطلع وخص يكذب الحلقه انتني ذا مار ذانيتا، ولكن من داخل تهمان من خسانين يوذان هو قمنايا ويتبشر شسرخا سويني ايثما ذي اسما يعزن يخسى غدنا الربار قبل تعذر وقت توقعشان كارثه، لان منايا مش ني خويا صفار رحشه قمه كينخ انظار الاراء نيث مثنخ ذي الميكرو تروتوار غادغاو منعقب ان شاء الله تعالى. التحرش للنساء يجن ظاهرة بشعة الطاس بركي نتعانى زيس خصوصا للمجتمعنا، يعني وفهمة نشتوري خمغات مكرمة يكرمت الإسلام نغ الدين نغ الإسلام تد الأم تد خدشيش عنتيش حناش كلشي برا ثمغات ويتيري البشرية مسرم عماس انت هذه زي الأخلاق الناس الصفات الناس أثي السيوض الحرب باش هذي تحرش شام وتشماس ديال الإسلام أبدا. مسرم دائما يكسي بعين الاعتبار الخلق وانتتي يجن واحري التحرش يجن الظاهره دوران شائعه ذي المغرب سائلا تقريبا، وانت ذيجن الطبيعه واضحه، وما ننزل السيور يعني سببها يعني من كلا الجهتين. لا بد مسرم هذه زي الصفات نص الوقار الحشمه ويتيري شادي عداخ يجن الطرف الاخر هذه عداخ ثمغارين مثلا ثمغاه زما تفق دايس الطالبه تحطغا اتني دي الطوبيس ادي بنادم كبار الناس هذيك خفن صغير قفيت ورا والو توغات قفيله بد اكيوذان تحط شن تحاشني غتخص شن الفاتوره شن تحاش اتيرقف بنادم ثويا اتيرقف بنادم دي شن تحاس دي اي حاجه. وفهمه ما تحرش النساء ولكن وفهمه زي العوامل اللي يتعانى مهم المجتمع الطاس. حيث هذه السمام مشكل خزريم ديال الاراء المواطنين. فعلا الاسلام ما مش نسرا يكرم ثمغاث الطاس يجن تكريم ذم قران، ولكن ما مش نسرا يجن تصريح نيجو مثنخ الطام غاث تحمل يجن وزين ذم قران زي المسؤوليه تحمل المسؤوليه، لانها رنت يمكن واتخذ شيء الروضي غثياض واتخذ شيء الطريقه ميزي غث السوار كانها ثازو ويتغيس الضعان ويتغي جبذان وكيسغي السيوران، لان يمكن ما رواتي صدع حد قارسين شواح حريق ودي واحد الى غير ذلك ذمانا يتبانن. والله سبحانه جل وعلا من يقار ثاني تمشي ثم غاثني يخفي السيور دي صوره يوسف زوجة عزيز مصر من السقاري سيدنا يوسف هيت لك فكانه ثم غاث خمي تفغ كا مكياج تزوق ثياضا الى غير ذلك اخ مني عايزني مره ذي برا ذا يزنس قارس هيت لك اقي ما وحريخ قد واني ذا المعنى، والا فالمسلمه تفغ سجن الروض محترم الصارخ في الناس الى غير ذلك، واكيد تمسر ميني الصارخ في السنت وخص انت زعم حد انظار المحجبات الى غير ذلك قال الذي جواز ودي ستيتيوي والنوم غاد عجبني نشتني دي تاع سقاقوب الى غير ذلك يا الزوم هذيك الحلال. ثم الغريب في الامر اننا في ثني تحت الجان قانت شو دقه التحرش كثار في مغارين محقورين كذا نيت انت تشجع انت وذا باش تزيد تحرشن، بس الحاله يزيد تفغان يعني تقنت الجهر بالمعصيه والعياذ بالله تعالى. فما غاث نعم يكشاس الاسلام الحق باش تعذر في الناس، ولكن ماني غتعذر في الناس تعذر في الناس هي جمارياس الزوج الناس ذي ثدات الناس الحاله الناس اتغنج ما مش تخص تياض ما مش تخص تزوق ما مش تخص، ولكن برا ما يزوقني شو مرات يقارش التصنيع زن قانا شو دير ثم غاثينوخ مني تزارخ ثحوشنغورا وتعقرخ ما يمي ثياضه مليح تكحر مليح تعذر مليح مي كيستري ذي ثداث قندوره اني كوزينا الى غير ذلك ودي ستيوي في حين ما مشينا الاسلام على الريبيس وجهك ما قد فقد غد عذرد انما خمني غثير يدي ثداث غد عذرد ذيني ربعه يمكن تقنت مانيه باش مرشنت والله تعالى من دقيقه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا الذين لا يجدون نكاحا هذه سنتيري شويه العفه شويه الى غير ذلك، لانه الخطابه وني موجه واريز التمغاث وجه يواريزوها
تحضيق في الناس يعني هذا اتصبر غيفرج الله سبحانه جل وعلا. ذي نجي المساله نغني غيث ما يسمع الزن خمين التفتي مغاري انتياض نتارو ذنقار يزن ويخصن بان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى خمس رشته بل سجن لهجه شديده. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقال صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات النساء بالرجال. ثم كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين يعني يجني تاريخ في نص التمغاث نخ تمغاث تاريخ في النص دارياز ما يخرقش مربي التمغاث قيم التمغاث قاذين عرياز خص عاود يقيم دارياز ويدي كويرشا التمغاث سويني انت في ذي الشوارع النخ ما مش النيخ الرود ذي الجنة شوف ذي الجن تشتري ذي شتن وفارق جا محمد فاطمة هذا لا يجوز إثم ذي اسماء يعزن. ثم يجن نصيحة ربانية نصيحة مولانا سبحانه جل وعلا فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بمعنى ثم غادي خصها تزوق شا ثوارين تزوق ثوارين ثميجة تزدة تتمير تخضاري صراف تبخطر في المشيا الى غير ذلك ما يمي باش وذي صدم شاوني اذا جيش نهرج دكور. الخطاب مثل الناس رب العالمين إن زواجات النبي صلى الله عليه وسلم وما الزمان ذي الزمان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة خير الأزمنة فمارتها ونيتة الخطاب رب العالمين الزواجات النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الخيرية زمن الصحابة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذي يسبوا الفتنة وذي يسبوا المشاكل فمن غنينين الشين إثم غاري النخ في الزمان ونيتا يتجندن كان الزمان ذيس المشاكل ذيس الفتنة ذيس تمسريين تمقرانين والتعفانين سويني أيثما ذي اسماء عزن مرا نازو أنو يعغزاث يخصغاني سيسي النصيحية. ثم من يقارب بالعالمين كذلك زوجة النبي وقولنا قولا معروفا. قول المعروف بمعنى وقابوا القول المنكر وقابوا شن حاجتي غي جارا خشن مبرد عفان في إطار الموضوع إذي السوارم قيم ذي الموضوع عني لأن غات كتاد شمارة ذير هاتي قوارية زي قارسي ويمكن تانيتا غاس الغارة دي شن حاجة النغني إلى غير ذلك فيخصدنا رباريث مذي اسمي عزن قبر أتعذر وقت مرة غنختم غارين مرة نشين طاون تمغارين يخصنا نحترم يخف النخ نحترم تمغارين أنا عذو إن شاء الله تعالى غالفقرة الآراء نغني الأسئلة نجيث مثنخ قيم مكينخ. بالنسبه للحرمين نسول عامه الحرمين يعني هني يعني بالنسبه للباس نسول نشين يعني من جهه اللباس دورنا في حرمين سواء يعني يعرضنت شند معرض يعني يلفتون نظر الشباب رتيم غارينا فينا يخص حتى انت حاول انت ما امكن تحلنت الصفات اللي يتجن شنانت سواء الروضي يتجن محترم باش لان انت وتساعد نشا الشباب في الطرف الاخر باش خص انت عده يعني الشاب خما غيغزال المنظرني يعني يحكم على تلك يعني يحكم خلفات النية سجن يعني سجن النظره يعني سجن نظره واضحه ليه ميمي المجتمع النغوي تقفشا ميمي ويتيري شيء تحترم بعضنا البعض ما ونزم مشان عدل ونزم مشان انفغ ونزم مشان كشان وعرض تكنتي ودان مره يخص لابد انحت انق الستريخ في النغ باش انقادي الشارع لا بالعكس يخص دايرين يعني ميمي نقانشين ربما نقا باش نتقف يمكن بركي يمكن التربيه يمكن نش تعتبر مرض نفساني وإذا ديري امني وها مرض نفساني وإذا ما يجي بنادم عاقل واعي غادي يتحرش ظاهره ينتحرش كثايطش نهار نسدن السن زعما ما تسبد منايا نشين ذي المغرب نطاح نتقعد دايس حيث ما يسمع خص علق خوت شمث نخني إنا نيجي السؤال ثناش ما ونزمار ان يعذرن الشين ام يوذان يعني اطياض من تخص تفغ نيخ ما لابد ان الصار يخف النخ مني غنفغ الشارع واش تمسر اش تديس الشك اكيد ثم تمسر مني غنفغ الشارع خصها الصار يخف النس اطياض من تخص ولكن دي تداث اطياض من تخص يقوي خاص يحجر الله سبحانه جل وعلا
وجا حد عرض الازياء دي برا تفتن عباد الله من بعد ذا شديني واقع صدعنايا الشميني صدعن قبل اش مصدعن سوين نايت ما دي سماع الزن خصنا السن الا تمسرنت تفق سي جمهور محترم ما مشنا والله تعالى من يقار يا ايها النبي يتوجه الخطاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلاله الى هذه الامه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اني اذ مغارنش ذي السيش تمغارن المؤمنين من دس تغيني يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا قنت السطره لان ما رقنت السطره غاد السنين الذين تمغارين مسلمن ما السنين التي مغارين مسلمن وانت تصدع حد هو تصدعني وذا فيني يضفاني جمو بريد وتجيبوا انتم مسلمين سويني ما يسمع عزن نقار بان ثم غاثر انت تتحمل المسؤوليه دي ظاهره ثانيته وانت ربد تقر خوار يزوها ثم ثنا ام يوذن ماره الشيء خصها انخزار من يقار ارب النغماره اما يوذن ماره مركار النظفه انك خوش تجيف قوة جد المعيار الصلاح هو الاغلبيه لا ممكن تيري الاقليه غاسر حق ممكن ديري الجن دير وسط مليون غاسر حق الجن غاسر حق مرتو غا خو بريد انصدار رب العالمين لان الله تعالى من يقار وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قداش غير ماري وذند المؤمنين ثم من قال سبحانه جل وعلا في ايه اخرى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. في آية أخرى قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رب العالمين واش نبغوا أقل الناس أكثر الناس لا يعلمون يوسنن دروس نيوذن ما غنشين وانت ريش زكوذن دروس يسنن لأن ربي من يقال يمدح القلة في القرآن في مواضع كثيرة من ذلك وقليل من عبدي الشكور كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يعني آيات فالقلة أيها الأحباب ناخذ الكثرة وجبت المعيار الصلاح ناخذ الفساد لذلك عرض انت مغاثي خص يسير مجموعه الشروط ذي الاسلام هذا السيوضا نخل وقت بعد نضار بعض الشروط يجان ضروريه يثما يسمى يعز الشرط مزوارو ان يكون مستوعبا لجميع بدنها الا الوجه والكفين ثم غاث مثلا تعرض الناس خصها غادي يري السمار كواربو الناس الا يغمبوا بدي فالسن عاد حتى القضيه يغمبوا بدي فالسن اختلف نديس العلماء النخ اننا مارث قد زي الفتنه اقتكيج انت مواث واتقذن برب العالمين الصح تفسني ذا غنبوبني لان من دخيت هما الشين هو ثم غاثني غتيري مليح وخاص يتعدي حد وتيشيت حد الى غير ذلك الشرط والسناين الا يكون زينه في نفسه ثني تياض نعرض اني يزوق الطس كولوري الطس الزواقه الطس يا الساقم ما يمي ايش كول هذا بارشاني خاسولني خذا شمرار وش مني التوا لابد ان الكولوري ثني غاديش بنتي الطاوين والثلاثه ان يكون صفيقا لا يشيف هذه يوجبوا الشغل النوى يعني نقارس الشغل نترشى يسبانك والشي خصتي لو ويسبيني غارض انت مسرمين وجي نساء يعني كاسيات عاريات ما مجديوس هذه الحديث الشرط والسابعه ان يكون فضفاضا غير ضيق انحيدي السراور نيش السراور زيان وسخ مش تقنت ياضنت خميت ياضن واسمش تقنت كسنت يرزي عيرس قطاس شويه وارو الذميري ونقارس مازيغ شويه بحرا شويه نتقندار شويه قبان الى غير ذلك وجا ديري سبانه ويس خمسه الا يكون مبخرا او مطيبا كولونيا شاني عمار كذا كذا غتفغ الشارع ما يسمى ما ناس الريح ثلا ماني يوجبوه زي الاخلاق المسلمين كذلك الا يشبه لباس الرجال هو مرا كنت تصاور تقميجت من غير كوايس هذيك فرضه لا يثمر يسمع يزن خصك كل الجن هذه يحترم الخصوصية الناس يزيد في خلق الله تعالى ثم ألا يشبه لباس نساء الكفار وتجي غنزاش موضة فقد وصافي قد فقد نهار موضة 2018 كنت شن تمغارين ذو جروبان ذو امريكان وشي حد تقران الشيطاني وحسن الدين سن وحسن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم ثم ألا يكون لباس شهرة يعني بنادم الزيسي تكبار إلى غير ذلك ثم كذلك أيها الأحباب عروض انت مسرنتي تيري عروض محترم بصفه عامه باختصار تيري عروض محترم لان ما ريتو عروضني محترم انت تيري محترمه تحترم الدين الناس ضارب بين الناس الواريه الناس الوالدين الناس وسنتيوي والمشاكل الى غير ذلك فذوانيتا ظرف ضرنخ ربي ذا غيصان هذه السماره يسمث نخذيت مثلا خذي الدنيا قبل هذا خيصار وشر
ذي نشان الاسئله اثما وسين تغدزي يعني الصفحه البرنامج اني خضار يجي الاسئله يجي السؤال يتسقسى يجو مثلا بانه قطوار طوبيسات النخ مشكين مركا يحكمش تمغاض ذي طوبيس الى غير ذلك كذا ما يتوحسب ردوني التحرش فعلا غنخ الظاهره طوبيسات الاكتظاظ ماني ما انت سيدي ربي العالمين خنخي وسع ولكن الانسان خصو يتفشى منايا السبب ان حق لقى حكم ختوها حاول وتحكم هادشا حاول ساداتي الطوينش لان ربي العالمين يمارش تغض البصر انت يمارس السطرش كمارش تغض البصر تسادات في الطوينش ما حكمت من غير قصد فانما الاعمال بالنيات خدنيش ان شاء الله تعالى وديش متحرش ولكن اتبع هذه الشبهه السؤال نغني وسنغد عاودي ثما يسمع عزن السوارخ بنادم مرا يخزادي ثمغارين يعني ونيتا ما يلقى معصيه الى غير ذلك اكيد وني خزان دي ثمغاث بقصد نعم هذا يكاري ضفا يستسمي الدنا دي قيم ديال القهواني غادي شنو مشان ويعذون ويديوسين الى غير ذلك فونيتا خاصيش الاثم ضم قران لان الله تعالى من يقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون مرة نزرع الآية سبحان الله العظيم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لأنه وني خزانة الطاس في الطاوين تجارانت هذه المعصية لأن في الطاوين تني السهام يعني تني يجبذن المشاكل سوي ان الانسان هذه الساده في الطاوين نس باش واحد تجارين يضع النص خا شنو حفان تمسي لذلك غيثما يسمع عزا انت سيدي ربي العالمين هذا يوفق باش نحارب الظاهره يسو من زما على الاقل واخا خاص نقضي الزيت نخفف شويه ارداني تايث ما يسمع عزا نطق غيكون غون كار نتخرستا غنمسر قاد كيجي الحلقه نغني قاغا وما كنا يحفظ الله سبحانه جل وعلا غادي يحفظ ثروتنا مره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.